رجال الرعب. يعود سبب تأسيس الوحدة 3 سبعات من قبل اللواء أحمد رجاء عطية إلى فشل قوات الصاعقة المصرية بتحرير الرهائن في عملية لارنكا عام 1978، حيث أمر الرئيس المصري الراحل السادات بدفع قوات الصاعقة لدولة قبرص دون الحصول على إذن مسبق منها، ما دفع القوات المسلحة القبرصية للاشتباك بكامل قوتها وأسلحتها الثقيلة مع قوات الصاعقة المصرية، ما أفشل مهمتها وأسقط عددا كبيرا من قوات الصاعقة المصرية. ليظهر الأثر الكبير لتشكيل الفرقة 3 سبعات بعد سنوات، وتحديدا عام 1985 عندما جاء أداء الوحدة فعالا في عملية تحرير رهائن كانوا على متن طائرة ركاب تابعة لمصر للطيران في مصر.